السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم متابعيني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وبرحب قوي والله بمتابعيني الجدد اللي جو على اخر فيديو نزلته. وبصوا ما شاء الله، يعني لقيت فيه مشاهدات ما كنتش اتخيلها يعني. بالنسبة لي طبعا، بس والله كانت فرحتي ما تتوصفش. بالذات اللي دخلوا اشتركوا عندي، اهلا وسهلا بيكم. اي حد بيدخل يشترك انا برحب بيه في قناتي، ان شاء الله تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم. انا قناتي روتين يومي. اسمي زهرة هدو من صعيد من الاقصر. يلا ندخل في الفيديو. انتوا زي ما شفتوا كان في كركبة كتيرة. ده صباح ان شاء الله، صباح خير يعني. مش الصبح بدري طبعا، انا لسه هطبخ دلوقتي، يعني هحضر معاكم غدا كده. بس قبل ما اعمل الاكل قلت ايه، المطبخ عاوز يتروق يعني. قبل ما اطبخ احب لازم اغسل مواعين، اغسل بوتاجاز، اغسل شوية المواعين اللي في الحوض او اوضب الرخامة. علشان اطبخ على اساس سليم. بس او اشجع اكتر يعني. يلا بطلب منكم طلب، متابعي الغالين، متابعين اللي لسه جايين جديد واللي عندي من الاول واللي لسه ان شاء الله هيجوا، انزلوا اعملوا لايك للفيديو. انا عايزه الفيديو ده ياخد شويه لايكات حلوين كده ان شاء الله يعني. فيا ريت رجاء منكم تحطوا لي لايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناه، وباذن الله هتعجبكم. هو فيديو بسيط النهارده. طبخه يعني، عارفين الطبخه في وسط الاسبوع دي اللي هو بيبقى يوم مش عارفين ناكل ايه. فبدل ما نقول ناكل ايه، او نعمل مثلا مكرونه بشاميل، او نعمل بيتزا في وسط النهار، فما تلاقوش ليها ديل يعني، ما تعرفوش تخلص الحاجه، فما تبقوش عارفين تتعشوا ايه او تتغدوا ايه تاني. فقلت هي طبخه في وسط الاسبوع كده تلم الدنيا وتسند الدنيا برضو. بس قلت قبل ما اعمل اي حاجه احب اوضب المطبخ يعني. اول حاجه نظفت الرخامه، همسحها كويس، وبعد كده بصيت على البوتاجاز قلت لازم يتغسل غسله حلوه كده. ده بيشجعني قوي على الاكل. لو عايزين تطبخوا والدنيا معكوكه والله الاكل ما بيطلعش حلو. انا جربت يعني، الاقي نفسي بجري وبعمل عشان اخلص بسرعه، بس نفسيا مبقاش مهيئه. واذا كان الانسان شبعان ما بيعرفش يطبخ كويس، الدنيا مكركبه حواليه ما بيعرفش يطبخ، ولو كان متضايق ما بيعرفش يطبخ. دي الاوقات اللي حسيت ان انا فيها طبيخ بيطلعش حلو خالص يعني، مهما كنتوا بتعملوا نفس المقادير. فدي يعني متهيألي كل الناس عارفاها يعني الحته دي. كده البوتاجاز خلص. مستعد بقى عشان اسوي عليه او اطبخ عليه. بس انا اول حاجه بحطها حله اللي هحط فيها الفراخ. وكمان هغلي لبن. قلت عبال ما دي تغلي ودي تغلي هروح كمان اغسل مواعين. بس قبل ما اغسل مواعين قلت احط الفراخ على النار. هي كانت بصوا يعني الميه غليت شويه، حطيت ملح وهنزل الفراخ. انا ما بحطش اي توابل، نزلت بس بصله او نص بصله كمان. ومفروض احط فلفل اسود بس نسيت وحطيته في النص يعني. لكن اي توابل تاني مش عارفه، بحسها بتاثر على الطبيخ بتاعي، ما بتخلوش حلو. انا احب الحاجه من غير مساعده يعني، احب الحاجه بطبيعتها وطعمها يبقى واضح قوي، او على حسب ما تعودنا يعني من امهاتنا وكده. وبلاحظ برضو في حاجة، لو انتوا نجعتوا الفراخ من بالليل او اللحمة وغسلتوها ونجعتوها بمية وخل وليمون ما بتطلعش ريمة ليها خالص. يعني انا ساعات كتير يعني دلوقتي جيت اطلع ريمة من الحلة ما فيهاش نهائي. هتلاقوا والله ولا معلمة حتى في الحلة، فتقريبا من النجع بتاعها طول الليل. ما تاخذونيش، شوية بقول حلة وشوية بقول حلة، بس احنا يعني متعودين على حلة. ملح يعني الحاجات دي، فهتلاقونا ايه شويه بنحدف يمين وشويه بنرجع الى قواعدنا سالمين يعني. فايه نو كومنت. انا ناس كتير بتقول لي انتي يعني عارفين زهره، عارفيني اصلا، بيقولوا انتي كلامك حلو قوي بس مش عارفه ليه بتيجي في الفيديوهات بتاعتك لما بتمنتجي بيبان كلامك شويه عادي. بس انا عادي لاني احنا صعيدة صعيدة قوي والله، اصعد حتة في الصعيد فعلا يعني. مفيش بعدينا الا اسوان يعني، فاهمين؟ فلازم كلامنا يبقى كده الى الابد. بس دي تنويه يعني، فهتلاقوا حلة حلة، ملح ملح، فايه نعدي ان شاء الله.
انا دلوقتي بغسل مواعين على السريع كده او بسرع لكم الفيديو كده، لاني بحب الحركه دي جدا في اي فيديو بشوفه على اليوتيوب، او انا لما بعمل كده بحس اني بخلص بسرعه، وهو طبعا لا، هو السرعه بتبقى مضاعفه قوي، فبتحسوا ان انتوا خلصتوا بسرعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا نشوف بقى هنطبخ ايه. احنا بنغسل مواعين كده، نشوف هنعمل ايه. بس قبل ما ابدا في اي حاجه، انا كنت عايزه استشيركم في موضوع، والله ساعدوني فعلا ساعدوني، انا الموضوع ده مؤرقني جدا. موضوع هنتغدى ايه هنتعشى ايه، مش عارفه ليه الفتره دي ما بقيتش والله حامله حد يقول لي هناكل ايه. استغفر الله العظيم، بقيت اكره وقت ما هعمل اكله او هعمل غدا او هعمل عشاء. فمش عارفة ليه الفترة دي بالذات، لكن مع العلم اني لازم في وسط الاسبوع بعمل مكرونة بشاميل، ولازم بعمل بيتزا، ولازم بعمل بانيه، ولازم بطبخ طبعا، ولازم بعمل فول، ولازم بعمل عدس، يعني لازم في وسط الاسبوع، وكشري برضو. فمش ومسجع، فاهمين انتوا؟ وبرضو تلاقي ايه في الليل هنتعشى ايه. طب محدش هياكل الاكل ده دلوقتي، طب فاكرين في اكله غير دي؟ فهل انا بس ولا انتوا كلكم كده يعني؟ فارجوكم قولوا لي. انا فكرت اعمل والله لستة يعني لستة او قائمة كده احط فيها المأكولات المفروض اعملها او ما اكررهاش على طول كمان عشان ما ملش يعني. فنشوف حل مع بعض، بالله عليكم قولوا لي بقى في الكومنتات. تمام. انا في الوقت اللي بحكي فيه ده شلت حلة اللي فيها الفراخ دي على النار، حطيتها على جنب شويه وطيت منها، ما بعليش على النار خالص لحمه او فراخ يعني. الحاجه بتبقى عاليه قوي ما بتستويش بسرعه، ماما قايله لي كده من زمان. نحط اللحمه على النار، واول ما تغلي كده شويه 10 دقايق نوطي منها جدا جدا ونغطيها، ولا بنزيدها ميه ولا الهواء بتاعها بيتبخر، كانها حله ضغط يعني. حطيت سمنه في حله اللي هعمل فيها الكوسه، وحطيت شويه بصلتين ونص كده حلوين، قطعتهم مربعات، وحط لهم ملح، واشوف هعمل ايه. هي والبصل على النار بوطي منها طبعا، بفرم الطماطم، بقشر الكوسة، لو عندي توم بفصصه، بس انا عندي توم جاهز الحمد لله، بعمله كل اسبوع او كل 15 يوم. بفرش بيه قدام التلفزيون كده في علبة كبيرة، طبعا بعمل فيها كمية كبيرة، بياخد معايا المفروض يعني ياخد شهر لو انسانة طبيعية يعني. لكن انا عشان بحب التوم قوي وبحطه في اكلات كتير في وسط الاسبوع برضو، اللي هي ممكن تكون كبدة، تكون الحاجات اللي عايزة توم كتير دي. فبتلاقوني بفتري وباخد شوية كتار لما تلاقوا الحاجة جاهزة، غير لما تكون طبعا بتفصصوها واحدة واحدة يعني. فده برضو بيسرع معايا الموضوع اكتر، اني بطبخ بسرعة، او ما بتكبرش انتوا ايديكم مبلولة ولسه عايزين تعملوا مثلا توم او كده. دلوقتي انا هعمل ايه، هعمل شوية كوسة، بقسمها نصين بس واعملها نص دايرة، والشوية الباقيين بقى هعملهم شوربة، فهقطعها مربعات صغيرة، وهقطع معاها برضو جزراية وبطاطساية. دي هتبقى شوربة. انا ما بعملش شوربة الخضار دي خالص الا لما يكون عندي كوسة او طبخة كوسة يعني، تبقى كوسة بالصلصة وكوسة شوربة. هنا البصلة تقريبا استوت، ما ينفعش تقعد اكتر من كده على النار عشان تبقى الاكلة خفيفة كمان. كنت حطيت فلفل، انا بصوا بعمل اكل فلفل، بس كان اخر شوية فلفل فما لحقتش اكتر اكتر من كده. تمام. كنت ناسية ما احط على الفراخ، حطيت، وبعد كده هنزل بالطماطم على لا قبل صح ما انزل بالطماطم لازم احط توم. التوم ده بخليه زي ما قلت لكم مفصص كده في علبة، وحاطه فيها منديل ورق علشان تمص كل الرطوبة يعني، وفي علبة برضو بلاستيك فيها
متهوية شوية، يعني تبقى متهوية شوية، مش متهوية ان تخلي التلاجة كلها بطوم، يعني يبقى فيها فتحات، يبقى فيها عيدان خشب، يبقى كده. تمام. انا حطيت طماطم على النار على البصلة وهسيبها على جنب. دلوقتي هغسل الرز كويس جوي جوي جوي، لاني دايما باخد، انا اتعلمت من فترة اني كل ما هغسل الرز باخد المية بتاعته اسقي بيها الزرع، خلاص بقى قانون عندي. فحتى لو حنين بنتي عملت رز فتلاقيني فين المية يا حنين، اتعودت، فهي دلوقتي برضو لازم تخليها لي في علبة او علبتين كده، يعني نغسله مرة ونعيد عليه تاني ونحط المية، نشيلها نسقي بيها الزرع. لكن لو غسلناه اكتر من مرة خلاص بيجي ميته شفافة، لا ما عادي في الحوض تنزل عادي يعني. حطيت طبعا سمنة وكمان زيت، والحلة الصغيرة دي هحط فيها سمنة، عشان هعمل فيها الملوخية الناشفة. فهتلاقوا كل حاجة على البوتاجاز ان شاء الله كده وتخلص الامور بسرعة. ادي التومة، بكتر توم قوي رغم ان انا بعملش كتير، ملوخية ناشفة بتقعدش مع، يعني ما بحبهاش تقعد، فبعملها على قد طبق بالظبط، طبق ونص كده. لكن لو سبانخ ولا حاجة بعمل ما شاء الله، يعني بشتري يمكن كتير قوي، بخلي الحاجة مليانة، الحلة مليانة، لاني السبانخ حتى لو قعدت تاني يوم وسخنتوها بتبقى تحفة، لكن الملوخية لا، بتبقى مايصة قوي. حطيت عليها شوية طماطم برضو، هسيبها تستوي، بكون أنا بقلب في الرز وهكذا، يعني ببقى مسيطرة اهو. شفتوا الرز حمر قوي، مفلفل على الاخر، بنزل بالرز الابيض عليه. ما بحطش الشعريه خالص 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 في اي رز بعمله من ساعه ما اتجوزت، عشان جوزي ما بيحبش الشعريه في الاكل، فتعودنا بقى على كده يعني. اسهل حاجه طبعا الملوخيه الناشفه، يعني دي اسهل من الاندومي، والله اسهل طبعا، يعني يا دوب حته تومه على شويه طماطم، ما بتلحقش تستوي، بنحط الشوربه وعليها شويه الملوخيه، المفروض ما بتغليش كتير الملوخيه الناشفه، تتعمل كده. بص اول ما تيجي تغلي كده تطفي على طول وتتغطى وتتركن على جنب كده، احنا خلصنا مرحله الملوخيه دي. برضو حط في الرز بميه وشوربه، مش كله شوربه، عشان بحب احط مرقه فيه بتدي طعم حلو، بحط شويه شوربه وشويه ميه كده. برضو خلصنا الملوخيه وخلصنا الرز، بوط منه خلاص كده هيستوي مع نفسه. حطيت بقى الكوسه، لان بحب الصلصه تقعد شويه على النار، فتلاقوني بقى اخر حاجه بعملها يمكن الحاجه الحمراء بتقعد معايا شويه. بحبش الطماطم تبقى قاعده، لان دي بتدي حدق للمزازه يعني للاكل، وده ما ينفعش، لازم تبقى الحاجه مظبوطه. حط عليها الشوربه بتاعتها، واول ما تغلي هغطيها برضو وهركنها على جنب. اه بس قبل ما اعمل الشوربه بقى اللي قاعده دي، جبت ميه الرز وقلت اسقي بيها الزرع، انا عندي زرع في الصاله، هو ده انا بدل. فميه الرز دي مفيده جدا جدا ليه، بتبصوا بتخليه ينمو اسرع. هطلع بره برضو اسقي الزرع، هو تقريبا مسقي او مش محتاج ميه، بس انا بوزع شويه ميه الرز دي على الكل عشان كله يستفاد، يعني اوزع المحبه على الكل. طلعت معاكم برا عشان تشعروا بالايه، بالنور والهواء الطلق، يعني حتى لو مش شايفين الهواء ولا شامينه يعني. احس المطبخ بيخنقني جوي جوي، ما فيهوش نور، ما يعني في النهار ما يبانش اي نور او شمس. كان امنيتي ان يبقى مطبخي على شمس، حتى الشباك يدخل نور بسيط. كان عندي كده الاول في المطبخ قبل ما يبنوا قصادي او قبل ما نعلي البيت، بس طبعا عشان على منور فتمام، الحمد لله ان عندي فراندا اطلع فيها يعني.
انا دلوقتي خلاص بعمل الشوربة، بطاطس وكوسة وجزر، هسيبها تستوي وكده يعتبر تقريبا خلصت. يا ريت اللي سامعني لحد دلوقتي او مكمل معايا الفيديو ينزل يحط اللايك واشتراك، اللي هو يمكن ما سمعش المقطع الاول، فانا هرجع افكركم كل شويه بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وكمان اللايك بيفرق جامد والله في الفيديوهات، يعني بتمنى ان انتوا تنزلوا تحطوا لايك. تمام، انا كده حمرت الفراخ. عارفين الاكل التقليدي اللي هو ما بشويش فراخ، لا بعمل عادي، اكل العادي بتاعنا، طبيخ العادي البسيط جدا يعني. ما بحطهاش في الفرن بحسها بتنشف، فبحب احمرها بسمنه بس. تمام كده انا خلصت. دي الكوسه، وبعد كده الملوخيه طعمها تحفه والله، ما يغركمش المنظر يعني. والكوسه بصوا منظر وطعم وكله وريحه حاجه فظيعه. والرز وكده احنا كده خلصنا. اشوفكم باذن الله في فيديوهات تاني، اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش انا زهرة هدو، والسلام عليكم.